السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جمعت لكم شوية أفكار للفطار، علشان كلنا دايما بنحتار في الفطار، وأنا واحدة منكم. إن أنا دايما كنت محتار أعمل إيه في الفطار. النهاردة جايبه لكم شوية أفكار كده، يا رب تستفادوا من الفيديو. أهم حاجة نصلي على النبي ونشوف الفيديو مع بعض. أول حاجة معانا ملك الفيديو النهاردة، وهي الجبن دي اهم حاجة لازم تكون موجودة عندك في التلاجة. معانا كمية جبنة قريش بنجيبها، وعامله لكم فيديوهات كتير قوي لتحويلها لجبنة كريمي. وطبعا في معانا جبنة خزين وجبنة كريمي وكمان جبنة تلاجة. اهم حاجة ان الجبن دي ما تخلصش من التلاجة عندك اسبوعيا كده، تعملي لها مبلغ من الميزانية. وكمان حاجة معانا المسقعة دي من ابسط الحاجات اللي ممكن نعمل منها حلة ونسيبها في التلاجة، وكل يوم ناخد منها كده على قد سندوتش جنب الاكل. بتكون جميلة قوي. طبعا بتنجان مع بطاطس مع فلفل بالصلصة. بننزل كده بالخضار بتاعنا المتشوح في شوية زيت، لو عايزينها زيت زيتون عشان تكون صحية برضو بتكون جميلة جدا. والطماطم بيكون عليها فص توم كده، بتبقى روعة وجميلة جدا في الفطار. طبعا معانا كمان الطعمية انا عملت معاكم فيديو بطريقتها بالتفصيل، وانجح طريقة للطعمية، وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحة جدا. بعمل كمية دي بتبقى شهريا كده. بجيب في اول الشهر كيلو فول مدشوش، وبضيف عليه المكونات من غير البهارات، زي الخضرة والبصل والثوم. انا عامله لكم فيديو طبعا. وبكيسها وبعينها في الفريزر. وقت ما استخدمها بطلعها من بالليل تفك، والصبح بتكون فكت وجميلة. بضربها بس كده ضربة خفيفة بالمضرب، واحط عليها البهارات واحمرها في شوية زيت، وبتبقى جميلة جدا. ولا بنحتاج طعمية من بره من مصدر زيت احنا مش ضامنينه. وطبعا حاجة في التلاجة بتكون مطمناكي ان انت مش كل شوية هتروحي تشتريه. فدي طبعا من الطرق الموفرة جدا والنظيفة جدا اللي انت بتضمني بيها لولادك ياكلوا حاجة نظيفة. ففي اساسيات كده يا جماعة لازم تبقى موجودة عندنا في بيتنا، بتوفر علينا ان احنا نفكر كل يوم هنفطر ايه. بصوا كمان ما شاء الله كيلو الفول عامل معايا كمية محترمة من الطعمية اللي هتكفيني طول الشهر. معايا كمان الفول ده من الاساسيات. الفول المدمس، بجيب كيلو فول وادمسه زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان برضو بيقعد معايا الشهر. طبعا احنا ما بنعملش كل يوم فول، يعني 3 مرات مثلا في الاسبوع، مرتين على حسب. فطبعا يعني بيقعد معايا فترة كبيرة جدا، وبيكون لذيذ برضو لما الحاجة تبقى عندك نظيفة كده، انت عاملاها ومنقية الفول وعاملة كل حاجة. بتضربيه. انا بضربه كده علشان ما يكونش فيه قشر ويتعبنا. وكمان برضو بكيسه واحطه في الفريزر. وقت ما بحب ان انا استخدم الفول بطلعه من بالليل يفك على الرخامة. وكمان معانا برضو البطاطس المهروسة ممكن تعملي كمية بطاطس بالزبدة، بتبقى جميلة وروعة جدا. تاخدي منها كل يوم معلقة مثلا جنب الفطار، بتكون كويسة. ممكن تخلي الدقة جميلة برضو. السمسم، تنقي سمسم وتحمصيه وتضربيه في المطحنة، ينطحن معاكي ويبقى جميل. وده طبعا اشكال لصينية الفطار بتاعتنا البسيطة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش ان انتوا تدعموني، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودعوة حلوة لأمي هدى بالرحمة والمغفرة. مع السلامة.